يا صباح الفل، عاملين ايه؟ الاهلي هيلعب على الثالث والرابع ويحاول ينافس على البرونزيه في كاس العالم للانديه. سيناريو اعرفه من وانا قد كده، عندي 10 سنين. الاهلي بيبدا كاس العالم للانديه دايما بيلاعب فرقه بطل اسيا، بطل المكسيك، اي حد، نكسبه ونعمل ماتش العمر. بعد كده طموحنا يعلى 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 ونتصدم في بطل البرازيل او بطل اوروبا. طب السيناريو ده مش هيتغير يا جماعه؟ ده يعني بقول لكم والله العظيم خلاص بقى محفوظ. الاهلي هيلعب الشوط الاول حلو، الشوط الثاني هيضيع كام فرصه، خلاص هيدخل فينا جون قبل الماتش يخلص بتلت ساعه مثلا، فالخطوط هتتفتح فممكن نخسر 2 و3. هو ده ما حصلش الحمد لله، احنا وصلنا ل3 و4 بس. خلاص السيناريو بقى محفوظ، هتضيع الشوط الاول والشوط الثاني هيدخل فيه الجون ونفس القصه اللي قلتها لكم. طب وبعدين؟ هو اللي يضايقك ان اللعيبه عملت اللي عليها نسبيا، بس انت مش يعني خلاص مش ما عندكش جديد تقدمه. ليه بقى ما عندكش جديد تقدمه؟ بسبب كذا حاجه، مش هنتكلم فيها لكذا حاجه بس هقولها لكم بسرعه يعني. بص الماتش ريال مدريد السنه اللي فاتت ضاغط 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 وبرضه بتضيع فرص ما تضيعش. نفس القصه امبارح. مش همشي مع التيار بتاع المهاجم دلوقتي، الاهلي محتاج مهاجم 100% وما فيهاش نقاش. الاهلي عايز مهاجم اكتر من 6 سنين، بقى له اكتر من 6 سنين عايز مهاجم. لكن الفكره ان انت حتى اللعيبه اللي بتضيع كور ما تضيعش يا جماعه. هي مش محتاجه مهاجم، هي عايزه واحد متاسس، عايزه واحد يتمرن انه يضيع. ما انت بص على كوره كهربا، بص على كوره بيرسي تاو، الاثنين اللي بالهيد حاطينهم في نص الجون. يعني انت فاهم انا بتكلم في ايه؟ نص الجون ده مش ملهاش علاقه بقى انت مركزك ايه في الملعب. طب الحل ايه؟ الحل الاساسي ان ما دام ما بيتوفرش مهاجم، ان انا ادرب لعيبتي على الشيء الاساسي، اساسيات الكوره. الاهلي بيصرف في ادوات وفي معدات وحاجات للتدريب عشان يبقى فريق عالمي. طب مثلا لو الاهلي تعاقد مع واحد متخصص لانهاء الهجمات، او زي ما بيتقال كده مركز المهاجم. ما انتوا بتشوفوا بره بيتعاقدوا مع واحد لرميات التماس وللكورنر والفاولات. نتعاقد مع واحد عشان يخلص الهجمات، يعلم اللعيبه اللي عندنا. السنه اللي قبلها نفس القصه، كره قفشه اللي في السماء وكره مش فاكر برضو كان محمد شريف. يعني يا جماعه الموضوع بقى ممل. طيب انت عايز تقول ايه يا عم احمد؟ انا عايز اقول ان احنا داخلين بقى الكلام اللي بنقوله كل مره، بس عايزين نعدل فيه حاجه. السنه الجايه الاهلي هيلعب في كاس العالم للانديه في امريكا. طيب نعمل ايه؟ نجهز، اشتري فرقه كويسه، جهز بدايل كويسه. ما ينفعش نقول ان اللعيبه وحشه، بس ينفع اقول ان البدايل مش قويه. ما ينفعش اقول ان الجناحات وحشه، لا الجناحين اللي عندك اذا كان تاو شحات كويسين جدا بس استهلكوا في ماتش اتحاد جده، بس ما عندكش البديل بره. ما هو رضا سليم مصاب خلاص، واحمد عبد القادر عامل مشاكل مع المدرب. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ لازم يبقى عندي بديل قوي، لازم يبقى عندي صانع العاب ينزل يعمل لي فرق، لازم يبقى عندي مهاجم يا جماعه. يا جماعه جوائز كاس العالم اللي في امريكا هتوصل، ممكن توصل ل 2 مليار. انت متخيل يعني 2 مليار؟ هتقعد برضو نقول هتبقى اصعب، البطوله اصعب، وهتبقى في شهر اعتقد 6 يعني في اخر الموسم. فلازم ان انت يعني تدعم فرقتك، حاول دعم فرقتك. إيه، مجلس الاداره ليه دور، ليه دور ان انا ازود اللعيبه، ازود ادفع شويه في مهاجمين. الدنيا مش هتفضل ماشيه كده. كارثه يعني كارثه. انت بص على الماتش نهائي دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت، كره محمد شريف، اللي قبلها السنه اللي قبلها، ودوري سوبر الافريقي خسرت علشان ما عندكش مهاجم، ضيعت كميه فرص في ماتش سان داونز وماتش سيمبا. طب وبعدين؟ لازم بديل لمعلول يا جماعه، لازم رقم 10 محترم، لازم جناحين كويسين، لازم مهاجم، لازم مدافع جنب ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. خلاص رامي ربيعه ومحمود متولي لازم يطلعوا بره القصه دي خالص يعني. يعني اللعيبه دي لازم، اللعيبه اللي ملهاش دور تمشي في اخر الموسم. طيب نيجي للنقطه الثانيه، الهجوم على كولر. يا جماعه هو الراجل يعني انا مش هدخل بقى في الكلام اللي هو ينزل هو يحط جوان والكلام ده، بس انتوا متخيلين الراجل ده وصل بالاهلي في منصات التتويج في اي بطوله محليه او قاريه بلعيبه عامله ازاي؟ مش بقلل من اللعيبه قوي، بس الكواليتي او جوده اللعيبه عامله ازاي؟ ده الراجل امبارح يعني مصنف كهربا مهاجم، ولما كهربا ما اداش نزل طاهر محمد طاهر مهاجم. طب مين يعني مين المسؤول عن القصه دي؟
الراجل بيشتغل والراجل بيعمل كل حاجه وبيقرا وبيذاكر الماتشات كويس. اللي يضحك عليك يقول لك ما بيذاكرش الماتشات كويس، ده بيضحك عليك. مفيش حد يبدا ماتش اتحاد جده بكوكا الا ما يكون شايف ان لازم ان الراجل ده هيبقى ليه دور. نفس القصه الناحيه الثانيه، مفيش حد هيبدا باكرم توفيق اللي ما لعبوش ولا مره نص ملعب امبارح الا علشان يريح امام ويديله حريه والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. لكن وبعدين استعدوا لاكتر حمله هتحصل على مارسيل كولر اول ما ينزل من الطياره في مصر. الراجل هيبتدي يتهاجم، الراجل هيلموه زي ما عملوا مع السيناريو بتاع موسيماني بالحرف بس تغيير الاساليب. موسيماني قالوا له بس انت ليه ما فتحتش الخطوط وما عرفتش تهاجم بايرن؟ اصل بايرن ده ما كانش كويس، اللي هو كان دايس على وش فرق اوروبا كلها. لامون انه ما هاجمش. هيجوا يعملوا كده مع كولر، بس بقى الطريقه ايه؟ اللعيبه ما بتلعبش ليه؟ واحد زي عبد القادر لو كنت خدته كنت استفدت، اصل انت فتحت، اصل انت غيرت. كلام هتلاقيه ملوش علاقه بالكوره. كولر في السنتين بدخل للاهلي 10 مليون دولار بالبطولات كلها اللي خدها. صعود كاس عالم انديه اللي هو ما خدناهوش، ما خدناش افريقيا بس صعدنا. صعود كاس عالم الانديه اللي بعده، هتصعد كاس عالم الانديه اللي جاي. الفلوس اللي خدها من دوري ابطال افريقيا. الراجل موفر فلوس وبيعمل اللي عليه، احنا بقى نساعده. وما دام كل شويه بتتحايل عليه انه يمدد عقده، طب هات له طلباته. ما ينفعش افضل اقول له نتخانق معاه، احنا عايزين نمدد سنه ونعمل وفي الاخر الراجل ما بيطلبش طلبات. طلب مدافع كلاس ايه ما جاش، طلب مهاجم كلاس ايه ما جاش. حتى موديس الناس بيقولوا ان هو اللي اختاره، هو اختاره علشان اللي هو كان طالبه قالوا له مش هنجيبه، فقالوا له دور انت. عشان بس ما تمسكش في قصه موديست. الصفقه لبسناها وهو اللي اختارها، بس اختارها لما اضطر. ندعم الاهلي الفتره اللي جايه، ندعم كولر. كلام انا عارف انه متكرر كل سنه والواحد محبط جدا، بس ده الواقع ان انا النهارده لازم اعمل كده. خلاص اقفل الصفحه دي، العب على البرونزيه، ما ازهقش منها لسبب تاني، ان في لعيبه وفي ناس تستاهل. كولر يستاهل البرونزيه، لازم يتكرم. الشناوي عمل بطوله مفيش احسن من كده. ياسر ابراهيم فاجئني، انا طول عمري شايفه لعيب راجل، بس لما بالريت او بالمعدل ده في الماتشين تقال كده خلاص. قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله الاهلي ياخد البرونزيه، ولازم نركز من دلوقتي على فرقه محترمه لكاس عالم الانديه اللي جاي في امريكا. يا جماعه البطوله صعبه، البطوله عوائدها الماليه كبيره، هتبقى في اخر موسم هيبقى عندك اجهاد، فهتضطر تعمل تبديلات كتير في الفرقه. ربنا يكرم الاهلي في اللي جاي، وكل الدعم مارسيل كولر واللعيبه، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن للنادي الاهلي. اشوفكم في حلقه جديده. سلام.